السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. ضعيف. اتفضل. لو سمحت يا شيخ، كان عندي سؤالين بس، يعني لو يسمح وقت حضرتك. اتفضل. أول سؤال هو حتة الجزء بتاع إن الله في السماء أو إن الله فوق السماء، مش قادر أفهمه في حدود إن الله غير محدود. يا أخي يا الله، غير محدود. الله يهديك ويكفينا شر كل ذي شر. ايه حتة ومش حتة، كلام عن الله وعن آيات القرآن الكريم تقول لي الحتة والبتاع. الرحمن على العرش استوى، آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. إيه اللي دخلك في محدود ومش محدود، واللي ورطك هذه التوريطات؟ يعني أنا أقصد أن تقصد إيه بس؟ اقصد الكتاب والسنة، اقصد الكتاب الله وسنة رسول الله. أنا أعلم أن الكتاب والسنة ينصان. السلام عليكم. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ مصطفى، أنا مش أشعري والله العظيم. معلش، لا أحب الجدل يا أخي، لا تجادل في الله بغير علم. والله ما أنا فاهم، والله ما أنا مش لازم أنت عفوا بمجرد السؤال لا للجدال والله. عفوا اسمع الكلام. أنت كن مع كتاب الله ستفهم كل شيء، هتخرج عن كتاب الله هتضل. إيه اللي دخل؟ أقسم بالله العظيم ما أشعري. أيوة أنا عارف. خلاص الناس اللي بيجادل. أنا سألته خلاص، أنت أشعري مش أشعري ده تخصك، لكن اللي يخصني ويخصك ويخص المسلمين أن نعرف كتاب الله ونحتج به. ما وراء ذلك أؤمن أن الله في السماء وأؤمن بكل حاجة. طب اصبر علي بس يا أخي، افهم الكلام. الله قال في كتاب، طبعا تعرف الأدلة أن الله في السماء، لكن الله قال في كتابه الكريم عن نفسه وعن نحن مع ربنا ولا يحيطون به علما. فخلاص أنا أقررت بالذي في الكتاب والسنة، ما وراء ذلك يعلمه الله. كونك تدخل نفسك في محدود ومش محدود ولا يحد حد ولا مش عارف ايه، والكلام اللي يدخله علماء الكلام، هذه بداية الضلال. فأنصح نفسي وإياك، استمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. استمسك بالذي أوحي إليك، ما وراء ذلك تكل علمه إلى الله. والسلام عليكم.